مساء الخير حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا النهارده هنعمل مع بعض بقى حاجه ايه. اللي محتار بقى وزهقان ومش عارف يعمل اكل ايه، يجيب حته لحمه ويجي بقى نعمل ايه. كباب حله بقى، لحمه بالبصل. هنشوف هنعمل ايه. هنعمل كباب الحله بشكل جديد. بصوا يا جماعه، انا عندي هنا بسم الله الرحمن الرحيم عندي لحمه مقطعاها مكعبات صغيره، اي قطعه لحمه انتوا حابينها. مقطعاها مكعبات صغيره، اختياري، عايزين تقطعوها كبير مفيش مشكله، بس انا مقطعاها صغيره لاني هعملها يعني هتتاكل بالعيش، مش هعمل جنبيها ولا رز ولا مكرونه ولا حاجه. هتتغمس كده بالعيش. وعندي بصل، وعندي معلقتين زبده، وعندي سكر. وعندي باكل التوابل المشكله دوت، وهنحط الملح واحنا شغالين. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ايه؟ معايا حله على النار. بصوا الحله بتاعتي انا مولعه عليها اهو. هنزل دول 3 معالق سكر، اللي هي معلقه الشاي الصغيره. هنزل كده في الحله بتاعتي بشويه السكر دولت، وهسيبهم يتكرملوا. خلاص، هسيبهم كده لحد ما يسيحوا ويتكرملوا معايا. بصوا حبايبي، هنا السكر بتاعي اهو اتكرمل. ما نخافش، احنا عايزينه ايه؟ كراميل بني خالص اهو. اتكرمل معايا كده اهو، والسكر كله داب. شايفين اهو اهو. دي النتيجة اللي انا عايزاها. خلاص، هاجي بقى انزل بمكعب الزبدة بتاعي، واخلي بالي اهو. بسم الله. مكعب زبدة اهو، وشوية زيت. انا عندي برضو اللحمة دسمة، فمش مش هكتر سمنة. شوية زيت مع مكعب زبدة بس، واقلب بقى كويس كده. الكراميل دوت عشان يديني تحميرة للحمة حلوة. هنشوف دلوقتي شكل اللحمة عامل ازاي. خلاص داب عندي. هنزل بقى باللحمة بتاعتي اهو. بسم الله. افضل بقى اقلب فيها لحد لونها كله ما يغير كده اهي. اغطي عليها بقى كده اهيت، واسيبها لحد ما كلها تاخد لون زي بعض وتتحمر، تنزل ميتها وتشربها. اغطي بقى عليها كده واسيبها. وهنعمل ايه بقى؟ هنقطع البصل بتاعنا. يلا نشوف بقى نقطع البصل ازاي. بصوا انا عندي البصل اهو. هقطعه. انا هقطعه يعني شرايح كده اهو. شرايح رقيقه كده اهو. اللي عايز يفرمه في الكبه يفرمه، اللي عايز يقطعه مكعبات التقطيع اختياري. هو كده كده البصل هيدوب خلاص. عشان يعمل لنا صوص حلو. فانا هنقطع بالتقطيع اللي احنا عايزينها. نضربه في الكبه ماشي، نقطعه مكعبات ماشي، شرايح ماشي، اي حاجه. فانا هقطعه كده. اخلص بقى تقطيع البصل دوت، ونرجع نشوف اللحمه جرى فيها ايه. بس كده قطعت بقى البصل بتاعي كله اهوت، وجهزت قرنين فلفل اهم هقطعهم في الاخر. يلا بقى نبص على اللحمه شكلها عمل ازاي. بصوا يا حبايبي، اللحمه اهي. شايفين نزلت الميه بتاعتها اهي. هستنى لما تشرب الميه دي وتاخد لون كده، تحميره كده حلوه ذهبي حمراء. وبعد كده هنزل بالبصل بتاعي. هسيبها كمان شويه كده تشرب شويه الصوص اللي نزلتهم دول مع السمنه. وبعد كده نشوف هنعمل ايه. شايفين يا حبايبي شكل اللحمه عمل ازاي؟ شايفين التحميره بتاعتها؟ شايفين اتحمرت اهي وهي لسه نيه. شايفين اهي. شايفين شكلها احمر ازاي؟ خدت لون حلو قوي اهي. وكده شربت. ما عنديش غير السمنه اهي اللي عامله رغاوي، دي سمنتها اهي. خلاص، هنزل بقى عندي كده عودين قرفه خشب اهم. عود كده اديها طعم حلو قوي وريحه حلوه. خلاص، وبعد كده هنزل بكميه البصل اللي انا قطعتها.
عارفين ان كباب الحله بيبقى عايز بصل كتير. هفضل اشوح بقى فيه كده لحد البصل عندي ما يدبل اهو. انزل عليه بقى بشويه فلفل اسود، شويه فلفل كده اهو. وكيس الخلطه بتاع التوابل بتاعتنا ماشي دوت فيه خلطه بهار زي ما قلت لكم قبل كده، بستعمله فيه 11 بهار بدل ما احط انا من عندي، لا ده جاهز اهوت فيه 11 بهار هستعمله. هنزل بقى بيه كده عليه كله اهو، بس مش هحط اي توابل تاني غير الملح في الاخر بقى بعد اللحمه ما تستوي. هروح ايه نازله بقى ايه بالملح بتاعي. انتوا كده شايفين كميه البصل كتير، بس لما هيتهري هيختفي البصل ده كله. خلاص هسيبها بقى كده ادي اتشوحت اهي، ما فيهاش ميه خالص اهو. هقطع بقى قرن الفلفل الحامي، ده اختياري، اللي عايز يحط يحط، اللي مش عايز يبقى حامي ما يحطوش. عايزين نحط فلفل رومي ماشي مفيش مشكله، بس احنا هنحط فلفل حامي كده اهو. اشوح كويس. بصوا يا حبايب قلبي بقى كده خلاص بعد ما شربت ميتها اهو، هنزل بقى بميه مغليه. بسم الله اهو، لازم تكون الميه مغليه اهو. هسيبها بقى تستوي عندي، اللحمه تستوي خالص لحد ما تتهري، وكل ما تشرب ميتها ولسه ما استوتش هزودها ميه تاني، ومش هحط الملح دلوقتي خالص في الاخر. هغطي عليها بقى واوطي عليها واسيبها تستوي بقى ايه على نار هاديه مع نفسها كده. يلا يا حبايبي نبص على اللحمه اهو. بسم الله، شايفين اتشربت خالص اهي اهي، اتشربت من الميه اللي انا حطيتها. شفت انا كنت حاطه ميه قد ايه، سبتها كل بقى ما الميه تنقص كده هزودها تاني. وراعي ان الميه تكون سخنه، هزودها تاني لحد اللحمه عندي ما تستوي. هزودها اهو، شوف انا بحط ميه قد ايه، وهسيبها تستوي مع نفسها لحد اللحمه عندي ما تستوي خالص وتتهري. هي كده لسه ما استوتش، يعني لسه برضو عايزه شويه، انا عايزه اهريها. كباب الحله لازم يبقى مهري، انما دي لسه شويه. خلاص كل ما الميه تنشف ولسه ما استوتش هزود في ميه. خلاص واوريكم بقى شكلها النهائي بعد ما تخلص خالص. بصوا يا حبايب قلبي بقى يلا نشوف لحمتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا شايفين الجمال، انا زودتها طبعا مرتين كمان ميه، كل الميه ما بتقل منها بزودها لحد اللحمه عندي ما استوت اهي. شايفين لونها عامل ازاي، طالع عامل ازاي. خلاص اهي ومستويه عندي، هي طبعا سخنه اهي بس اتهرت اهي. هحط لها الملح بتاعها اهو. بسم الله، ملحها كويس واقفل عليها النار، وهي في الصوص اللي فيها ده كده، يعني الصوص ده كده بقى هي لسه خفيفه اهو. هدخلها بقى الفرن. خلاص هحطها في طاجن بقى كده. هي اللحمه عندي استوت اهي وملحها، عايزه كمان شويه ملح صغيرين اهو. خلاص ظبطنا الملح كده اهو. هحطها بقى في طاجن وادخلها في الفرن لحد ما تشرب ميتها دي، واوريكم شكلها بعد ما تطلع من الفرن عامله ازاي. هجيب بقى الطاجن بتاعي اهو هنا كده اهو اهو. بسم الله اهو، انزل بقى فيه كده. بسم الله خلاص وادخله الفرن يشرب بقى، اللحمه تشرب من الصوص دوت، وشها يتحمر والصوص ده يتقل عندي، وهنشوف شكلها عامل ازاي.
بصوا يا حبايب قلبي، ده شكل الطاجن اللحمه بتاعي اهوت بعد ما طلع من الفرن. شايفين منظره عامل ازاي؟ شايفين الصوص اللي كان خفيف، بصوا تقل وعامل ازاي؟ شايفين ما بقاش خفيف زي الاول. واللحمه عندي بصوا مهريه ازاي، بصوا دايبه ازاي خالص، بتتقطع اهي بالمعلقه، مجرد ان انا بدوس عليها بتتقسم. شايفين الصوص عامل ازاي؟ تقل وبقى عامل ازاي؟ يلا يا حبايب قلبي بقى، كل اللي ما اشتركش في قناتي يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، وانتظروني في فيديو جديد. يلا دمتم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.